السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مساء الخير عليكم. ومبسوط جدا ان انا ابتديت البداية دي، وحابب ارحب بكم كلكم. طبعا المشتركين القدام معايا والمشتركين الجدد ان شاء الله تبقى فتحة خير عليا يا رب، واقدر اقدم لكم طبعا محتوى يفيد الجميع. ويا ريت من الجميع يشترك معايا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد مني، وإن شاء الله يعني يكون المحتوى بتاعي مفيد ليكم. وحابب أي حاجة مني، أي حد حابب أي حاجة مني طبعا يكتب لي في التعليقات، وإن شاء الله أقدر أرد على الجميع وأفيد الكل. وحابب أرحب بكم النهاردة في البداية، يعني في أول فيديو ليا افتتاحي. معانا زرعة النعناع. طبعا زرعة مفيدة جدا، الناس كلها ما بتستغناش عنها في البيوت. بنحبها مع كوباية شاي، بنحبها مع نعناع مغلي، تبقى حاجة كويسة برضك ومريحة وبتهدي الأعصاب. حبيت أقول لكم برضك بتتزرع ازاي بدل ما بنشتريها وبتكلفنا. هي طبعا مش مكلفة للدرجة، بس برضك بدل ما ندفع فيها فلوس تبقى حاجة مفيدة وتبقى موجودة في البيت معانا باستمرار. هتبقى حاجة برضك مش وحشة، وبرضك ريحتها حلوة جدا وبتعطر المكان وبتخلي ريحته حلوة. وإن شاء الله يعني أقدر أفيدكم النهاردة بحاجة معلومة. دي الزرعة زي ما حضراتكم شايفين. نزلت اشتريتها من تحت. طبعا في البداية لازم نشتريها، بنحطها في برطمان زي كده عندنا، أو في كوباية عندنا برضك منستخدمهاش. بنحطها زي كده وبنملاها مية وبنحطها في قلبها الجذور زي كده زي ما انت حضراتكم شايفين. بتبتدي الزرعة مثلا من خلال يومين لتلاتة، بتبتدي الجذور طبعا تطلع منها وبتكبر شوية. ولو حابين برضك تخلوها في البرطمان كده أو في كوباية برضك من عندكم، عادي هي بتطول وبتكبر. بس يا ريت ما نحطهاش في شمس بره. يعني لو مثلا عندنا حديقة طبعا هنحطها تحت ضلة، ويكون درجة حرارة برضك تكون كويسة، والحديقة طبعا الحديقة بتبقى مفتوحة. أما لو في البيوت طبعا الشمس ما بتدخلش بسهولة، فيا ريت نحطها جنب نافذة عشان برضك نحافظ عليها. وقت الشمس مثلا نخليها شوية تحت الشمس، وبنقدر تاني ندخلها جوه عشان برضك الشمس ما تحرقش الورق. ولو برضك يبقى أفضل نجيب تربة طينية نزرعها فيها. العود الواحد يا جماعة بيوصل من 20 ل25 عود، بتوفر لنا جدا وبتكبر وبتتشعب. وبنقدر نقطع العود الواحد ده منها، بيبقى فيه جذور من تحت في الأرض. العود الواحد ده برضك بيطلع لك زي ما قلت لك كده من 20 ل25 عود، وبتقدر تقصقص منه وبتشد كده الجذور من تحت وبتحطها في قلب الطينة، وبتدي برضك معاك زي ما قلت لك كده من 20 ل25 جذع. برضك بتبقى حاجة مفيدة ورخيصة وتدي شكل وريحة حلوة جدا في البيت. وأتمنى أكون أفدتكم بحاجة النهاردة في الفيديو الافتتاحي بتاعي. وإن شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم أوريكم إزاي نقدر نزرع الزرعة في تربة طينية.